السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الاستاذ الكاتب الكبير الصحفي الاستاذ ايمن حسن، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. طبعا النهارده انا مبسوطه جدا ان انا قابلت حضرتك النهارده، وفعلا رب صدفه خير من الف ميعاد يعني. ربنا يخليك. كان في عده تساؤلات طبعا كل المصريين بتدور في اذهانهم يعني. الوضع هيكون ايه بعد مرور سنه على الثوره؟ انت من وجهه نظرك كصحفي وكقارئ للشارع المصري يعني، ممكن يكون الوضع هيكون ايه بالنسبه للبلد، بالنسبه للحكومه، بالنسبه للشعب، كل الاوضاع اللي انت متخيل ممكن تكون عليها ايه؟ حضرتك بتساليني بمناسبه مرور عام على ثوره 25 يناير. ايوه. ده خلاص، ده فاضل اسبوع تقريبا على اما احنا يعني زي ما تقول استطلاع للراي يعني، ممكن يكون الوضع يكون ايه؟ والله انا حضرتك لو عايزه رايي ولا انا تصوراتي للوضع ايه؟ اقول لك رايي الاول. الاثنين. اتفضل. والله انا رايي ان انا بدعو للاستقرار، يعني انا اتمنى الاستقرار لمصر والاستقرار للشعب المصري، واتمنى ان كل المراحل اللي عدت ما قبل الثوره اللي هو طوال 30 سنه طبعا، بكل احداثها المؤسفه، بكل تجاوزاتها السياسيه، بكل المشاكل اللي المواطن حسها ولمسها وعاشها على مدار 30 سنه، اتمنى ان بعد الثوره او تكون الثوره حققت اهدافها وما تتكررش تاني مع النظام ايا كان هو النظام اللي هيحكمنا او الرئيس اللي هيحكمنا، سواء مدني او عسكري او الى اخره. انا اللي يهمني كمواطن مصري ان انا اعيش في امان وفي سلام، واللي يهم كل المصريين راجل ست شاب طفل ان هو يكون حاسس بالاستقرار. فهو الوضع كله بيتبلور او احنا بندور في فلك الاستقرار، يعني احنا بنبحث عن الاستقرار. مرحله ما بعد الثوره والسنوات القادمه ان شاء الله في ايا كان النظام الجديد. حضرتك طيب الاستقرار ده بقى انت من وجهه نظرك ممكن يحصل ازاي؟ لان في اقوال كتيره بيقول لك لسه ما عملناش حاجه، المجلس العسكري هيقعد، المجلس العسكري عايز يحكم لسه، يعني في ناس كتير الاقوال كلها متضاربه يعني. انت من وجهه نظر حضرتك انت شايف ان ده ممكن يحصل ازاي؟ حضرتك طالما تطرقتي الى المجلس العسكري، انا رايي كمواطن مصري، وطبعا احنا بعد الثوره المفترض ان احنا بقينا مجتمع حر وشعب يقول، يعني يمكن كان في حجر على الكلمه قبل احداث ثوره 25 يناير. ايوه. انما دلوقتي اعتقد ان الحريه بمفهومها الصحيح ان كل انسان يقول رايه. طالما حضرتك تطرقتي لموضوع المجلس العسكري، فانا من مؤيدين المجلس العسكري اكيد في كل قراراته. ليه؟ لان المجلس العسكري مش المجلس العسكري، انا بايد المجلس العسكري والجيش، القوات المسلحه المصريه. أيوة. اللي هي بالتبعيه للمجلس العسكري. أيوة. انا عايز اقول ان الجيش حمى الثوره، حمانا، حمى المواطنين، وما زال طبعا بيحمينا. مش الحمايه اللي هي ان هو يعني حاطط عسكري ببندقيه على كل مواطن، لا، يعني الحمايه الدستوريه، الحمايه الشرعيه، الحمايه الداخليه، الحمايه الخارجيه. الجيش دلوقتي الجيش سابقا كان مهمته على الحدود وفي سكناته العسكريه، دلوقتي بيقوم بمهمتين: على الحدود المصريه لحمايه الجبهه الخارجيه، وحمايه الجبهه الداخليه من كل اي دخلاء، يعني من الخارج او من الداخل. وكان حريص جدا على ان الثوره تنجح، وان كرامه الانسان المصري تعود اليه، وان احنا نعيش برضه في سلام، وعايز يوصل بينا لبر الامان من خلال انتخابات مجلس الشعب اتعملت نزيهه، ومن خلال انتخابات مجلس الشورى هتتعمل ان شاء الله نزيهه، ومن خلال انتخابات رئاسيه ان شاء الله هتتعمل نزيهه، ومن خلالها هنقدر احنا كمصريين مواطنين عايزين يعيشوا في امان واستقرار. برضو رجعت تاني للاستقرار، نختار الرئيس اللي هيحكمنا، او نختار الشخص اللي هو المفروض يكون نموذج يحكمنا. طبعا احنا في كل مره لازم هنرجع تاني منه بقى ايه الرئيس القادم، يكون منزوع منه أيوة. كل معاني الاحتكار والاستبداد اللي عايشناه طوال 30 سنه فعلا. يعني رئيس المفروض ان هو جاي هيكون فاهم ان الشعب المصري مش هيسكت. الشعب المصري خلاص فاق من الغيبوبه اللي كان فيها، بقى عنده وعي وادراك سياسي فعلا. بقى عارف ازاي يقدر يمارس حريته السياسيه، حياته السياسيه، عارف يعني ايه احزاب سياسيه، عارف يعني ايه رئيس جمهوريه، عارف يعني ايه صلاحيات رئيس جمهوريه، عارف يعني ايه حقوقه، عارف يعني ايه واجباته، عارف ايه اللي ليه ايه اللي عليه. المجلس العسكري عايز يوصلنا للمرحله دي. المجلس العسكري عينه مش على السلطه زي ما بيدعي البعض،
ده رايي الشخصي او من خلال كتاباتي او من خلال عملي كصحفي. المجلس العسكري عينه مش على السلطه، المجلس العسكري عايز يوصل بمصر والمصريين لبر الامان من خلال انتخابات رئاسيه نزيهه يشارك فيها كل طوائف الشعب المصري مسلم ومسيحي ببطاقه الرقم القومي مش ببطاقه انتخابيه كده. صح. فانا بحيي المجلس العسكري على مجهوده اللي قام بيه من بدايه الثوره، واللي قايم بيه حاليا، واللي هيفضل يقوم بيه لغايه ما يسلم السلطه سواء كانت لمدنيه او عسكريه يعني وات ايفر، يعني على حسب اختيار الشعب المصري او على حسب ما الشعب المصري هو اللي يحدد ويختار. فحقيقي انا بحيي دوره، وبحيي تحديدا المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وكل اعضاء المجلس العسكري، وبحيي المجلس الاستشاري، وبحيي الدكتور كمال الجنزوري. حقيقي مش مجامله ولا رياء، لان الراجل الحقيقه من يوم ما تولى شرف مسؤوليه حكومه الانقاذ الوطني، وانا شايف كمواطن مصري مش كصحفي او بسجل مع حضرتك، انا شايف ان الشارع بقى ابتدى الامان، نحس بالامان في الشارع، وابتدى التواجد الامني يتكثف. وده بالنسبه للامن. بالنسبه للاقتصاد عندنا امل في بكره ان الاقتصاد معدلاته ترتفع، وان وضعنا الاقتصادي يرجع، مش هقول زي ما كان لان الموضوع ده هياخد وقت الحقيقه اكيد، فلازم بس ولو فتره بتقدم طفيف يعني ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا. فهو الراجل بصراحه شغال وانا بحييه، وبحيي كل المصريين الشرفاء اللي عايزين يعني ياخدوا بايد مصر لبر الامان، مش عايزين يخربوها، مش عايزين يدوا فرصه لدول خارجيه او داخليه ان هي تتدخل في حياتنا في شؤوننا. يعني انا بقول للناس اللي هي الايادي الخفيه اللي المفروض ان هي بتعبث بمقدرات الشعب المصري، بتعبث بالشعب المصري، اتقوا الله في مصر وشعبها. متشكره جدا على اللقاء الصغير ده. عفوا. واكيد هيبقى في لقاءات تانية بيني وبين حضرتك يعني، وهسجل مع حضرتك اكيد عده لقاءات. شكرا لحضرتك انك اديتيني الفرصه، وانا سعيد جدا بلقائك. الله يخليك، متشكره جدا يا استاذ ايمن، مع الف سلامه.